سلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير وعافية. اليوم ان شاء الله حبيت نعمل حلويات تونسية بنينة برشا، ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. احنا نسميوها في تونس المعشعش او الرشتة. بالنسبة للمكونات عندي هنا 300 جرام فرينة، دقيق الابيض، ساشي فانيليا، 3 بيض من نوع المتوسط، وكذلك باش نعمل معها رشة ملح. باش نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اذا عندي توا البيض نتاعي 3 بيض، باش نعمل معاهم رشه ملح مش برشا، ساشي كذلك الفاني، دوب شويه مع عطشيه ولا نعملو ليمون. نحط توا الفرينه نتاعي ونخلطها كلها مع بعض. واذا لقيناها يابسه شويه معناها شدت معانا شويه، نزيدوها شويه زيت، يعني ملعقه اكل زيت، ونخلط. العجينه نتاعي بعد ما لميتها مش لازم نعجنها، خليها ترتاح اقل شيء نصف ساعه. نعمل توا العسل نتاعي او السحور. عندي هنا كاس، بسم الله، كاس اخر، باش نعمل كاسين ونفس الكاس، يعني حوالي 200 ملل ماء، يعني عمل كاس ماء وكاسين سكر مع عصير الليمون. بسم الله، نحطها توا فوق النار. ناخذ الكميه هذه وشويه من الدقيق، يا نحلوها بالعود الرشته، ولا اذا كان عندنا ماكينه نتاع العجين ممكن نستعملوها. الورقه نتاعي بعد ما شرحتها قصيت لها شويه الاحراف نتاعها، وتوا باش نطويها بالشكل هذا. نقصها هكايا، يعني نخلي شويه حوالي سنتي نص سنتي، احنا والخش نتاعها قداش نحبو. حصلوا على الشكل هذايا. عملت انا شويه باش نحطهم هوني، نشرحهم كيف ما هكا. اذا حطيت توا الزيت نتاعي يسخن باش نحط توا الرشته، نحطها في الزيت تطيب. بسم الله، خرجت توا من الزيت. هذه الرشته نتاعي بعد ما قليتها كيف ما هكا في الزيت. عندي هنا شويه فاكهه مخلطه، يعني عملت خليت اللوز وكذلك العين الجمل، الفول السوداني، يعني خليت حوالي 300 جرام. توا هذه باش نرحيها شويه، يعني مش مرحيه برشا برشا، يا دوب تشيشه. نرحيوها برشا باش نعملها بالشكل هذا. ناخذ توا الرشته نتاعي نهروشها بالشكل هذايا. خلط معاها كذلك الفاكهه نتاعي، صب كذلك العسل فوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف العسل نتاعي يعني ماهوش لا ثقيل برشا ولا معناها جاري،
يكون متوسط اللحم ديالو. انا خليته بعد ما غلاه، خليته حوالي 15 دقيقه يغلي مره اخرى على نار هاديه بالطبيعه، نتحصلوا على القوام هذاك. ناخذ توا الفورمه نتاعي اللي باش نحط فيها الخليط. بسم الله، نحطها كيف ما هكايا ونحط فوق منها البلاستيك الغذائي نتاعي باش بعد كي نخرجها تخرج بسهوله. باش ناخذ توا الخليط نتاعي ونحطه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نضغط عليه كيف ما كان باش يتماسك الكل مع بعضه. بعد هي بطبيعتها باش تيبس شويه، وهني بطبيعه نزينوها من الفوق كيف ما نحبوا احنا. انا عندي هنا بندق، نجمو نعملو فستق الحلبي بدا يكون باهي برشا. انا باش نعمل هوني شويه بندق، ونضغط بالطبيعه باش كعبات تدخل في الخاطر من بعد باش تيبس مليح. نقصوها كيف ما نحبوا احنا، الشكل اللي نحبوا عليه. نحاول انا نقصها ديما هي مازالتش ماهيش شكل يابسه، يدوب معناها شدت روحها شويه، خاطر اذا كان هي تبدا كيف ما نقولوا يعني يبست تعبنا بصراحه في القصان نتاعها، تجمد كيف ما نقولوا. هكا خير، هكا نقصها انا براحتي والشكل اللي نحبوه احنا. نقصها مربعات ولا شكل البقلاوه بتاعنا، ولا انا نقصها هكا طريفات، خاطر بصراحه الواحد ياكل كعيبه كهو معناها يتقنع. هذا المعشش نتاعي اللي عملته توا او الرشته. توا نخليها تبرد شيشه، ومن بعدين نقصها، نزيد نكمل نقصها مليح ونحطها في الصحن للتقديم ان شاء الله. كانت هذه فكرتي اليوم، عملت نوع من الحلويات التونسيه، ان شاء الله يا ربي نالت اعجابكم. نبقيكم بخير وفي امان الله.